لو عندك لبن وقطع منك اوعي ترميه، استفادي بيه واعملي بيه احلى قرص فلاحي باللبن الرايب والسمنه البلدي، وطريه جدا وهشه من جوه بالريحه والطعم بتاع زمان بتاع جدتي وجدتك، مع كوبايه شاي بحليب وهتفطري احلى فطار. انا هنا استخدمت معلقتين كبار من الخميره الفوريه، ورشه من الملح، ومعلقتين كبار من السكر، ومعلقه من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من الدقيق، ونص كيلو من اللبن الرايب ما يعادل مجين كبار، وعجوة، ومعلقتين كبار من الحليب البودر، ومعلقتين زيت كبار، ونص كوباية من السمنة السايحة، وكيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات أي نوع تفضليه. وهجيب الكوباية بتاعتي واحط ربعها مية دافية، ما تكونش سخنة قوي وما تكونش باردة، تكون دافية، وهنزل فيها بمعلقة من الخميرة ورشة من السكر ورشة من الملح ومعلقة كبيرة من الدقيق، وأقلبهم كويس جدا. أنا هنا بعمل تشغيل للخميرة أو اختبار الخميرة نفسها، وهجيب الدقيق بتاعي وهنزل عليه بكل المكونات الجافة، رشة من السكر ورشة من الملح ومعلقة البيكنج باودر. البيكنج باودر هنا بيعتبر من محسنات العجين، بتساعد العجينة بتاعتك انها تكون طرية وخفيفة. وهنزل بالخميرة ومن اللبن البودر، وهقلب كل المكونات الجافة دي كلها مع بعض لحد ما تجانسوا مع بعض. وده شكل اختبار الخميرة بتاعنا، اقل من 5 دقايق كانت فرط بالشكل ده. وهاجي بقى لخطوات العجن. اول حاجة هضيف كوباية الزيت على اللبن الرايب او اللبن القاطع، والسمنة عندي بدرجة حرارة الغرفة، انا مطلعاها من بدري عشان الجو حر فهي ساحت. وهبدأ ابس الدقيق بتاعي بس عادي جدا كأني بتبس كحك لحد ما كل ذرة من الدقيق يوصل لها السمنة. وهنزل باللبن الرايب بتاعي حبة حبة، وهبدأ لحد ما اشوف العجينة محتاجة قد ايه وتكون طرية معايا. هنزل خطوة خطوة. انا هنا استخدمت النص كيلو كله لبس العجين، بس العجينة كلها باللبن الرايب والسمنة لحد ما شفناها بالشكل اللي انت شايفاه ده. وهنزل على العجينة بتاعتنا بكوباية الخميرة وهبدأ اعجن لحد ما تتلم كلها في ايدي وتكون طرية. هتحسيها وانت بتعجني انها بتطرى معاكي وملمسها ناعم وطري. انا هنا ما استخدمتش مية تانية، العجينة عندي طرية وناعمة مش محتاجة مية ولا محتاجة زيادة، حسب الدقيق بتاعك. ممكن الدقيق بتاعك يكون بيشرب مية، زوديها مية دافية طول ما انت بتعجني لحد ما توصلي لنفس الملمس اللي انت شايفاه ده. انا كده خلصت من عجينتي وبقت جاهزة، هغطيها واسيبها لمدة ربع ساعة. ده شكل العجينة بتاعتي بعد ما خمرت او استريحت، هشة جدا وطرية بصراحة ما شاء الله، ريحتها ملهاش حل وتشجعك انك تشتغلي فيها. هبدأ اشتغل في العجينة بتاعتها، هقطع الكيلو بتاعي لأربع تربع، ومسكت ربع ربع كورته وخرجت منه كل الهواء اللي جواه وحطيته تاني في نفس الطبق وغطيته. وهبدأ اشتغل في الربع الاول من العجينة، هفرده بالطريقة دي بس بالراحة لان هي طرية فمتمتهاش قوي معاكي. وهفردها واحط جواها العجوة عندي واكورها كويس جدا. العجوة عندي انا جايباها وعجنتها بالسمنة والسمسم على النار وسبتها لما بردت، وبعد كده ولتها الكور. وعملت اول ربع بالعجوة حوالي 7 قرص، والباقي كله هعمله سادة. وده الربع التاني من العجينة. وكده خلصت من كل اللي كانت عندي ورصتها كلها في الصاج، وهبدأ افردها في الصاجة بتاعتي بس هفردها بالراحة مش هتك عليها قوي لحد ما تاخد الشكل الدائري اللي احنا عايزينه. وهبدأ اعمل فتحات بالسكينة زي ما احنا شايفين، او ممكن تعمليها بالشوكة، واغطيها واسيبها نص ساعة. وده شكلها بعد نص ساعة تضاعف حجمها وبقت هشة. هبدأ ادخلها الفرن بتاعي درجة حرارة 180. اول ما الفرن يسخن هحطها من تحت لحد ما تستوي من تحت، وارفعها على الشواية عشان تاخد اللون. وهي على الشواية بجيب بخاخ المية بتاعي رشة بسيطة على وش القرص من فوق. رشة المية بتدي نعومة للقرصة من فوق ولون حلو جدا. وعايزة اقولك انها ما بتاخدش وقت خالص في الفرن، يعني تكوني واقفة جنبها. بصراحة القرص الطرية دي من المعجنات اللي انا بفضلها جدا، وكل ما بتخلص عندي بعمل كمية كبيرة واحطها في الفريزر واطلعها وقت ما احتاج. وخلصت وصفتنا النهاردة بالهنا والشفا من اكلات زمان، وبعتذر على اطالة الفيديو.